هذا الشاب اسمه رضوان فايد وهو عربي من أصول جزائرية. هرب في عام 2018 من أكثر السجون الفرنسية حراسة بطائرة هليكوبتر. رضوان هو واحد من أذكى وأخطر سارقين البنوك الفرنسية. بس كيف هرب؟ رضوان كان محكوم بسجن شديد الحراسة، يعني ما في أمل يطلع. فشو عمل؟ طلب من السجان زيارة لأحد من أقربائه، بس هذه الزيارة ابدا ما كانت عاديه. بيوم الزياره اخوه وثلاث شبان مسلحين خطفوا طائره هليكوبتر وهبطوا في الساحه الداخليه تحت السجن، يعني المكان اللي لا سياره ولا دراجه ولا حتى ذبانه تدخل بدون اذن. نزلوا فيه ثواني بسلاح مرفوع ولا جندي حرك حاله. فرضوان ركب الطائره وهرب. كل فرنسا وقتها ما نامت، والشعب عمل الحكومة مسخرة بعد هذا الهروب، خصوصا تفاجئوا لما الحراس هربوا في لحظة وصول المسلحين. طبعا بعد 3 شهور من المطاردة قبضوا عليه ورجعوه على السجن. بس بظل السؤال يلي حير فرنسا، هل المفروض الحراس اشتبكوا مع المسلحين ولا احسن انهم هربوا وحافظوا على حياتهم؟